شنو هي المنحة؟ المنحة ديال التعليم العالي والتكوين المهني هي واحد الدعم مالي كتقدمو الدولة للطلبة اللي ما خدامينش، ما مستخدمينش، ما كيديروش شي نشاط تجاري وما مستافدينش من شي منحة أخرى جاية من جهة أخرى. الهدف منها تعاون مع الطلبة باش يتحملوا شوية من مصاريف القراية ويكملوا دراستهم العليا. على شنو كتعتمد المنحة؟ المنحة كتعتمد في الأساس على الحالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية ديال العائلة، يعني كيشوفوا واش العائلة عندها الإمكانيات ولا لا باش يعطيوها للناس اللي محتاجينها. الهدف من نظام جديد هو تعميم المنحة على أكبر عدد من الطلبة وتحسين شروط الاستفادة وتنظيم العملية عبر الإنترنت وتقريب الإدارة من المواطنين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع ولاد الشعب. ودابا ولا كل شيء كيدوز عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذا الغرض باش الطلبة يدفعوا الطلبات ديالهم بسهولة ويتفادوا الزحام والروتار في الوثائق. شنو هي الشروط باش تدي المنحة؟ خاصك تكون مغربي وما تكونش كتفوت 26 عام في النهار دوزتي الدورة العادية ديال الباك، وتكون حاصل على الباك ديال هاد العام، وتكون مسجل في السجل الوطني في السكان والسجل الاجتماعي الموحد، وتحقق عتبة الاستحقاق اللي كتحددها اللجنة الوطنية، وتكون مسجل وقاري في شي مؤسسة ديال التعليم العالي العمومي ولا معهد ديال التكوين المهني. اللجنة الوطنية للمنح الدراسية مكلفة بعدة حوايج، كتحدد العتبة اللي من خلالها كيتحدوا شكون غادي يستافد، وكتوجد اللوائح ديال الطلبة اللي مرشحين ياخدوا المنحة، وكتقترح تحسينات باش يتطور النظام ديال المنح. قيمة المنحة في القانون كتكون تقريبا 6300 درهم في السنة للمنحة الكاملة، و3100 درهم للنصف منحة، وكتقسم المنحة على 3 دفعات في العام، دفعة في أكتوبر ودفعة في يناير ودفعة في أبريل، والفلوس كتكون في الحساب البنكي ولا عبر حوالات كاش، وكتزيد شوية للطلبة اللي قارين بعاد على ديورهم. طريقة تقديم الطلب كتكون عبر الموقع الرسمي منحتي.ma. كتدخل كدير حساب جديد، كتعمر المعطيات الشخصية، كتسجل في السجل الوطني للسكان وكتسجل في السجل الاجتماعي الموحد، وكتأكد الطلب ديالك. ومنين كتأكد طلب نهائي ما كيبقاش ممكن تبدلو، وخاصك تكون متأكد من جميع المعلومات قبل. باش تتبع الملف كتدخل الموقع بنفس الرمز وكلمة السر، كتلقى الحالة ديال الملف واش مقبول ولا باقي قيد دراسة ولا مرفوض، وإلا نسيتي رمز مسار كتسول عليه في الثانوية اللي قريتي فيها، وإلا نسيتي كلمة السر ديال جيميل كدوز لاسترجاعها عبر الهاتف ولا سؤال الأمان. مآل الطلب كتقدر تعرفو من الموقع ولا توصلك رسالة في الجيميل ولا في التليفون. والتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ضروري، حيت كيعرفوا به الحالة الاجتماعية والاقتصادية ديال الأسرة، وهذا الشيء كيساعد يعطيو المنحة للناس اللي محتاجينها فعلا. المغاربة اللي عندهم باك أجنبي خاصهم يمشيو للعمالة ويقدموا الطلب مع نسخة من شهادة الباك ونسخة من بطاقة التعريف وطلب مكتوب وشهادة تسجيل في الكلية ولا المعهد. المنحة كتجدد كل عام بشرط تنجح وتبقى قاري، وأي معلومة ناقصة في الطلب كتقدر تحرمك منها. المنحة كتوصلك في الحساب البنكي ولا عبر حوالة كاش، وباش تستافد خاصك تكون مسجل في السجلات الوطنية وتأكد من المعلومات ديالك مزيان قبل ما دير التأكيد النهائي. هكذا كتكون سهلة وواضحة وبلا مشاكل. إلا كنتي باغي المنحة دخل الموقع منحتي.ma وسجل دابا وسير دير الإجراءات ديالك قبل ما يساقي الوقت، وربي يوفق الجميع.